جربنا اذكى واغرب خدع تيك توك عشان نقول لكم هتسهل حياتكم فعلا ولا اي كلام، وده الجزء ال 19. فجربنا المره دي هاك الشوكولاته السايحه، هاك البطيخ، المكرونه بالشوكولاته، ازاله الشمع من الهدوم، وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. الفيديو ده بقى عمله اسرع ايس كريم بطيخ جوه البطيخه نفسها، يعني حتى ما احتاجوش يقطعوه في طبق تاني. فتعالوا نجرب. الاول خالص بنجيب البطيخه ونقطع الجزء اللي فوق ده بحيث يبقى عندنا بق كده واسع مفتوح نقدر ندخل فيه الهاند بلندر ونضرب البطيخه كلها لحد ما تتحول لعصير. وبعدين نضيف السكر حسب حلاوه البطيخه بتاعتك، ندخلها الفريزر 6 ساعات او لحد ما البطيخ يتجمد، والنتيجه زي ما انتم شايفين. انا بصراحه مبسوط قوي، كنت حاسس ان الموضوع لفه كبيره وانه نسقع البطيخ وناكله عادي، بس بصراحه قطع التلج الصغيره مع البطيخ مع السكر اللي اتحط عليه خلي الميكس كله على بعضه مسكر وساقع ومنعش كده وطعمه حلو قوي. فبالنسبه لي الهاك دي هدخلها قائمه تمام. الهاك دي بتقول لك ممكن تعمل سينما في البيت من كوبايه عاديه جدا، او مش سينما قوي يعني حاجه زي بروجيكتور كده. فتعالوا نشوف. الاول خالص جبنا الكوبايه وقطعنا حته صغيره قوي من ورق الالومنيوم، حطيناها على الكوبايه من تحت، بعدين لزقنا الكوبايه مع علبه صغيره لفينا كده عليها اللزق من كل حته عشان يثبتوا مع بعض، واخر حاجه خالص بنوجه بق الكوبايه للحيطه اللي احنا عايزين نعرض عليها ونحط الموبايل جنبها، والنتيجه ان الحيطه ولا اي حاجه. طبعا الموضوع ده عبث، بس الناس اصلا اللي بتعملها كانت بتبقى حاطه بروجيكتور تحت الترابيزه. فطبعا الهاك اشتغاله هدخلها قائمه اي كلام. الهاك اللي جايه دي بقى ما تفهمونيش غلط، بيقول لك ان انت لو عندك قفل والمفتاح بتاعه ضاع ممكن تفتحه بطريقه بسيطه جدا جدا. المفروض يعني ان احنا بنجيب كبريت ونبتدي نشيل الجزء اللي فوق ده اللي هو بيولع ونطحنه ناعم شويه، وبعدين نحطه في الجزء اللي هو بنحط فيه المفتاح، بعدين نجيب عود كبريت تاني نقصره بس كده يبقى فيه الحته اللي بتولع بس، ونبتدي نولعه. والمفروض يعني ان الباودر اللي في القفل جوه ده هيبتدي يولع هو كمان ويعمل ضغط يفتح القفل. احنا جربنا مره واثنين وثلاثه، عملنا كل حاجه تقريبا، بس النتيجه صفر كبير. للاسف دي انا اكتر واحده كنت متحمس لها، لان مشكله ضياع المفاتيح دي بتحصل مع ناس كتير قوي، بس احنا جربنا مثلا 7 مرات ولا حاجه لحد ما بدانا نولع في القفل نفسه من جوه وبرده مفيش نتيجه. فطبعا بالنسبه لي الهاك دي هدخلها قائمه اي كلام. الفيديو اللي جاي ده فيه اختراع لطيف قوي، قال لك ايه، بدل ما تاكل الايس كريم في الكون او البسكوت العادي ده ممكن تبدل الكون بكوكيز فالطعم يبقى احلى. فالمفروض ان احنا هنعمل دلوقتي من الكوكيز حاجه كده شبه الكوبايه، جبنا العجينه وجبنا صينيه الكب كيك قلبناها على وشها وبدانا نوزع عجينه الكوكيز عليها، دخلناها الفرن وده كان شكلها في الاخر. بصوا هي النيه كانت اننا نعمل كوبايات، بس هي اتحولت لاخطبوط مش عارف ازاي، بس ما علينا برده مش مشكله. قصقصنا الاطراف وطلعنا كل كوبايه لوحدها، حطينا بولات الايس كريم فيها، مره مانجا مره فراوله، والتجربه بصراحه ظريفه جدا. هي عجبتني لان انا اصلا بحب الكوكيز. فكره ان انت بتاخد الايس كريم كده القطمه بتاعت الكوكيز مع طعم الزبده اللي فيها والشوكليت شيبس فعلا مختلفه خالص عن الكون العادي، حتى القطمه بتاعت الكوكيز دي بتبقى مختلفه خالص. فبالنسبه لي الهاك دي هدخلها قائمه تمام. الهاك اللي جايه دي بقى فيها طريقه عبقريه جدا جدا تشيل بيها اي شمع من على بنطلون جينز. انا طبعا عندي البنطلون ده من الحلقه اللي فاتت كان فيه شمع واقع عليه، فتعالوا نشوف كده اذا كان هيتصلح ولا لا. في الاول بتجيب اي سكينه من عندك وتبتدي بس تشيل الطبقه السطحيه من الشمع، بس احسن تستخدموا معلقه هنا لان انا لما استخدمت السكينه حسيت انها بدات تجرح كده في البنطلون وتطلع منه وبر. المهم بعد ما تشيل الطبقه السطحيه بتحط منديل تحت الحته اللي فيها شمع ومنديل كمان من فوق، وتجيب المكوه بتاعتك وتبتدي تسخن المكان كويس قوي، ترش برده ميه من وقت للتاني وتكمل بالمكوه. والنتيجه اننا اول ما كشفنا المنديل كان 90% من الشمع اختفى فعلا. الموضوع بصراحه فاجئنا قوي، فقلنا نكمل بالميه والصابون، غسلناه كويس ونشفناه، وادي النتيجه قدامكم اهو. ما تقدرش تقول فين بالظبط الحته اللي كان عليها الشمع، يعني انا بس عشان ماسك البنطلون فباين ان دي لحد ما مبلوله، بس غير كده مفيش اي اثر خالص للشمع. بس طبعا الهاك عبقريه جدا ادخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده بقى عملوا حاجه انا معتبرها خياليه، قال لك لو حطيت مكعب شوكولاته دارك على صلصه هيبقى طعمها اغنى بكتير. مش متخيل بصراحه ازاي، بس خلونا نشوف. عملنا صلصه طماطم عاديه جدا من اللي هي بتاعت المكرونه دي، وبعدين حطينا مكعب شوكولاته دارك وقلبنا لحد ما الشوكولاته ساحت، ولما جينا ندوق النتيجه كانت ما تتصدقش. صدق او لا تصدق طعمها حلو جدا. انا مش عارف ازاي، مش متخيل يعني ايه شوكولاته على صلصه طماطم يبقى طعمها حلو، بس انا عندي تفسير. صلصه الطماطم اصلا بيتحط لها سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، فالسكر الخفيف اللي كان في الشوكولاته الدارك مع طعم الكاكاو ادى بعد مختلف خالص للموضوع. طعم عجبني جدا وادخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده فيه اغرب طريقه توزع بيها الشوكليت سبريد، قال لك لو عملتها بهراسه البطاطس هتطلع عبقريه قوي. بدانا نجرب على طول، جبنا هراسه البطاطس ومليناها شوكليت سبريد، وبعدين نزلنا بيها على البان كيكس، والمنظر عبقري زي ما انتم شايفين. المنظر عبقري، بس الاستخدام ولا اي حاجه. انت لو جبت معلقه سباتولا لو بصباعك عملتها على البانكيكس هتعمل لك نفس النتيجه. الحاجه الوحيده المختلفه في الموضوع هو الشكل، اللي هي نازله لك كده شبه المكرونه الاسباجيتي. المشكله الحقيقيه بقى ان انت تقريبا بتهدر كل علبه الشوكولاته سبريد اللي عندك، لان انت عشان تضغط الضغطه دي وتنزل لك كده لازم تكون مالي الهراسه على الاخر. فبالنسبه لي الهاك المريبه دي هدخلها قائمه اي كلام.
الهاك اللي جايه دي بقى عملوا ميكس جديد فعلا، ميكس بين البرتقال والزبادي. في الاول بنجيب ازازه ميه ونقطعها من النص، بعدين نحط فيها البرتقال بتقشر طبعا، واخر حاجه خالص نملاها على الاخر زبادي، ونتاكد بس كويس ان كل الفراغات اللي بين البرتقال وصل لها الزبادي. ندخلها الفريزر 6 ساعات او لحد ما الزبادي يجمد، وده كان شكلها في الاخر. طعم حلو يعني، هو برتقال على زبادي فطبيعي يبقى طعمه لطيف، بس الفكره ان هو لا يستحق كل هذه المعاناه. لو عايز تاخد نفس الطعم بطريقه اسهل ممكن تحط البرتقال لوحده في الفريزر والزبادي لوحده وتبقى تاكلهم مع بعض عادي. فانا بالنسبه لي الهاك دي مش هدخلها ولا قايمه من الاثنين. الفيديو اللي جاي ده بقى اخترعوا اداه تنظيف بسيطه جدا بس في نفس الوقت ذكيه، فتعالوا نشوف كده هتطلع فعاله ولا ايه. جبنا سفنجتين مواعين من العاديين خالص، وبعدين بدانا نفتح في كل سفنجه فتحه في النص بحيث نعرف ندخل الماسك اللي هو بنطلع بيه الاكل من الزيت ده جوه الفتحه. نركب بقى السفنجتين في مكانهم ونبتدي نشتغل بيهم. احنا جربناهم على ازاز وجربناهم برده على الستاير الشرايط دي وطلعت حلوه قوي. بصوا هي تبان مش اضافه قوي، انت ممكن تمسح الازاز من الناحيتين عادي، بس هي بصراحه مريحه يعني لما تبقى انت ماسك الاثنين وشغال في نفس الوقت بدل ما تبقى بتعمل الناحيه دي بعدين الناحيه دي. انا بصراحه عجبتني، فبالنسبه لي الهاك دي هدخلها قائمه تمام. الفيديو ده بقى بيقول لك ايه، لو انت حطيت بيضه جوه ميه البياض والصفار هيفضلوا ماسكين في بعض كانهم لسه جوه قشره البيضه. انا بصراحه مش متخيل ازاي الموضوع ده، بس تعالوا نشوف. جبنا الكوبايه ولا البتاعه الكبيره دي مليناها ميه على الاخر، وبعدين نزلنا فيها البيضه، وطبعا زي ما انتم شايفين البياض انتشر في كل حته في الميه، ما كانش بيتمسك ولا حاجه زي ما الفيديو بيقول. كل الحكايه بس ان خسرنا البيضه وبقى عندنا عصير بيض ناي. يعني حتى الصفار اللي هو اصلا بيبقى متماسك من غير حاجه لما جينا نطلعه من الميه فك مننا خالص. فطبعا بالنسبه لي الهاك دي حتى لو كانت شغاله يعني ملهاش لازمه، هدخلها قائمه اي كلام. الفيديو اللي جاي ده المفروض ان هو بيحل مشكله ناس كتير جدا بتحب تشرب ماتشا بس طعمها بالنسبه لهم وحش، فهم عملوا ميكس كده المفروض يعني ان هو هيحببك في طعمها. بدانا نجرب. الاول بنحط معلقتين ماتشا عليهم شويه ميه صغيرين قوي، ونفضل نضرب فيهم كده بالمعلقه او باي ويسك لحد ما نوصل للقوام ده. نركن بقى الماتشا على جنب ونجيب فراوله متقطعه نحط عليها معلقه سكر بس مش كتير قوي، ونقلب كمان عشان تطلع ميتها. نجيب بقى الكوبايه بتاعتنا نبتدي نرص الطبقات، طبقه فراوله محترمه وبعدين نحط اللبن، واخر حاجه خالص معلقتين الماتشا اللي ضربناها. زي ما انتم شايفين شكلها مبهر ومغري جدا جدا، بس الطعم بقى ولا يتضاق ولا يتشم ولا تعدي من جنبه. هي نفس طعم الماتشا مسيطر على كل حاجه، مهما حطيت لها فراوله ولبن وكل الحاجات دي ما اثرتش. انت برضو بتشرب طعم ماتشا اللي هو ميكس غريب كده، تحس ان انت بتشرب تراب على فيه طعم شاي، كانك بتسف شاي اسود على طول. فبالنسبه لي الهاك ما غيرتش طعم الماتشا خالص، فطبعا هدخلها قائمه اي كلام. الفيديو اللي جاي ده فيه حاجه غريبه قوي، قال لك ان انت ممكن تحول العسل العادي خالص لجيلاتين من غير ما تضيف عليه اي حاجه. قال لك ايه، بتجيب علبه العسل اهم حاجه بس تبقى بلاستيك وتدخلها الفريزر 3 4 ساعات ولا حاجه، وهتتحول لوحدها لحاجه شبه الجيلاتين. طيب ادي علبه العسل بعد ما قعدت في الفريزر كمان 5 ساعات مش 3 بس. نبتدي ندوس كده، المفروض لما ندوس يطلع عمود عسل كده شبه الجيلاتين ويتاكل عادي. بصوا هو بعد ضغط ومعاناه مريره بدات تطلع فعلا زي قطع عسل كده، بس مش زي اللي في الفيديو ده. غير كل ده بقى انها محتاجه ضغط رهيب، محتاجه فعلا عربيه او قطر يدوسوا عليها. وفي الاخر حتى لو نجحت انا مش فاهم ايه المبهر يعني، بعد ما طلعنا العسل بالشكل ده ما استفدناش حاجه برضه. فبالنسبه لي الهاك دي هدخلها قائمه اي كلام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب هاكس ايه تاني الحلقات الجايه.